النادي الاهلي بيتعاقد مع مهاجم اوروبي جديد في شهر يناير. مين هو المهاجم الفلسطيني الجديد للنادي الاهلي؟ مهاجم من اصول فلسطينيه وعنده 24 سنه وبيلعب في الدوري السويدي، وسام ابو علي اللي عنده جنسيتين فلسطيني ودنماركي. لعب وسام مع ناديه الاخير السيرياس في الدوري السويدي 16 مباراه، سجل فيهم وسام 10 اهداف وعمل اسيست واحد، لكن في ارقام تاني مهمه. اللاعب سجل من ال10 اهداف دول 4 اهداف بس بكرات راسيه، والست اهداف التانيين سجلهم بالرجل اليمنى من داخل ال 18. لكن هنا السؤال، لاعب طول عمره محترف وما يعرفش اي اجواء في الدوريات العربيه، هل هيتألق مع النادي الاهلي؟ دي بعض التفاصيل اللي قلناها عن وسام ابو علي. عنده 24 سنة، دنماركي الاساس وفلسطيني برضو، بيلعب مهاجم فقط. بعض الارقام الهجومية، الاهداف، الفرص اللي بيضيعها واللي بيجيبها، في رقم سلبي جدا واضح ان هو لعب 9 ركلات حرة، يعني 9 فاولات وكلهم ضاعوا للاسف. وفي النهاية ما تنساش تعمل لي فولو، سبسكرايب وشير.